البسكويت ده ب23,000 دولار. أما بقى الموزة الملزوقة دي ب120,000 دولار، والجزمة دي ب1,047,000 دولار، والكتاب ده ب43 مليون دولار. أهلا بك عزيزي في جنون المزادات. فكرة المزاد إنه حاجة غالية بتتباع لأعلى سعر ده كان زمان، دلوقتي الدنيا اختلفت وبقينا نشوف حاجات مستحيل تصدق إنها تتباع بالملايين. طب ما تيجوا نشوف. تخيل تم عرض البسكويت ده في مزاد وبيعه مقابل 23,000 دولار أمريكي. فمن بين كل الأشياء اللي من الممكن أن تنجو من الغرق المأساوي لسفينة تايتانيك، يمكن يكون البسكويت هو آخر حاجة كنا نتخيلها. لا، ولم تنجو قطعة البسكويت من العلامة التجارية سبيلرز أند بيكر من غرق السفينة بس، لكن أصبحت أيضا البسكويت الأكثر قيمة في العالم. تخيل نسخة من الدستور الأمريكي اتباعت ب43 مليون دولار. ليه يا جماعة؟ ده دستور عادي يعني، لكن الحقيقة إن النسخة دي أول نسخة نادرة جدا، واشتراها الملياردير الأمريكي كين غريفن. دار المزادات سوثبيز قالت إنها اتباعت بعد منافسة قوية جدا مع ناس بتستثمر في العملات الرقمية. السعر وصل لأكتر من ضعف اللي كانوا متوقعينه، وكانوا مقدرينها ب20 مليون دولار، وده رقم قياسي لأي وثيقة مطبوعة في العالم. وكل ده في مزاد مدته ما كملتش 8 دقايق. طب نقول ماشي، ده دستور نادر، بس حد يدفع ملايين في جزمة؟ والله. حذاء لاعب كرة السلة الأسطوري مايكل جوردن من نوع نايكي ايرشابس اتباع ب1,470,000 دولار في مزاد، وده كمان رقم قياسي في عالم بيع الأحذية. طب ليه الحذاء ده مهم؟ لأن مايكل جوردن لبسه في أول موسم ليه في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين مع فريق شيكاغو بوليس سنة 1984. الأعمال الفنية ولوحات الفنانين دايما بتتباع بمبالغ خرافية لمحب الفن ومتذوقيه، إنما موزة ملزوقة على الحيطة بشريط لاصق فن، أهي الموزة دي اتباعت سنة 2019 ب120,000 دولار. المسؤولين عن معرض آرت بازل في الولايات المتحدة رفضوا الفكرة في الأول واعتبروها نكتة، لكن المفاجأة كانت غير متوقعة لما زوار المعرض اهتموا بالموزة واتباعت بمبلغ خرافي. دايما بيقولوا إن الفنون جنون، لكن اتضح إن المزادات فيها جنون أكتر بكتير. ناس بتبيع وتشتري حاجات عجيبة لأسباب أغرب من الخيال وبأرقام خرافية.